الدورة الأخيرة والجزائر حاضرة لحد الآن في الميداليات في هذا السباق. عواد زهير منذ البداية وهو يقود السباق. لازم هنا السرعة القوية في 200 متر الأخيرة المنعرج. التنافس مغربي جزائري من أجل المركز الثاني، لما لا المركز الأول. السرعة عواد يتخلف نوعا ما، لكن 100 متر ستكون حاسمة في هذه اللحظات الأخيرة. البحريني عواد زهير يتراجع نوعا ما. السرعة الأخيرة يأتي من راحت الميدالية عن الجزائر، والمغربي في اللحظات الأخيرة يفوز بالسباق. المغربي صديقي عبد اللطيف من المغرب يفوز بالمرتبة الأولى 3:37:56. وقت نوعا ما متوسط، كان بإمكان الدار سليم